احنا في الاعلام اتكلم عن الاعلام وعلاقته بالبناء الانساني. بدايه الاعلام المصري بيعتمد على 3 حاجات: توعيه، تصحيح مفاهيم خطأ، والرأي العام. دراسة الرأي العام. التوعية في جميع مجالات المجتمع، ويمكن لجميع المجالات والقضايا اللي بيتعاني منها المجتمع احنا بناخد من التوعية دي من الناس نفسهم مشكلاتهم ايه، وبنعملها في تقرير الرأي العام. تقرير الرأي العام بتاعتنا تقريبا بتبقى استكمال للتقارير الأمنية اللي هي موجودة في الدولة، بس احنا بناخدها من خلال الناس نفسهم، وبناخدها من خلال فئات واقع، ومن خلال الفئات الموجودة في مناسبة: عمال، فلاحين، طلبة جامعة، شباب، صيادين. المشكلة من المشكلات دي هتكلم عنها فيها تأهيل لبناء الإنسان. المشكلة كانت الصيادين. فكنت أنا بعمل في الأيام ديت في بدايتي يعني في مركز إعلام جوه، وكانوا صيادين منطقة الأنفوشي كانوا معتقدين إن هم صيادين على مستوى اسكندرية وبس. فعملت لقاء جمع ما بين صيادين الأنفوشي وصيادين الماكس وصيادين أبو قير وصيادين رشيد، وقلت لهم: أهو أنتوا صيادين زي بعض، هتلاقي مشاكلكم مختلفة، فكل منطقة لها مشكلة غير التانية. فبالتالي الصيادين فعلا بدأوا يسمعوا لي، وعملنا لهم حملات كتيرة جدا، من ضمنها حملة كانت معه الأمية، ونجحت جدا لأن هي كانت طلب منهم، وعملنا لهم نقابة كانت طلب منهم. يعني معظم كانوا هم بيشتغلوا ما بعد سن ال40، كانوا هم عايزين يبطلوا غير الناس على اساس ان البحر بيأثر في عمرهم. ففعلا النقابه طلبت بكده ووقفوا لغايه سن ال40. ده الرأي العام. العنصر الثاني اللي هو تصحيح مفاهيم الخطأ. احيانا بيواجه المجتمع حملات شخصيه ومنها الشائعات. الشائعات دي عشان نواجهها لازم نصحح للناس مفاهيمها، اللي هي مفاهيم الخطأ اللي هم بيعتقدوا منها. ومن هنا جاء دور مجلس الوزراء، اعلام مجلس الوزراء عمل الحكايه دي. قبليهم كنا احنا بنعمل الموضوع ده، بس احنا بنتصل مباشره بالقياده بالرئيس. مجلس الوزراء بيتصل بالناس من خلال السوشيال ميديا. فجميع الجهات الاعلاميه دلوقتي بتعمل دراسه للرأي العام. العنصر الثالث المهم الاشاعه المجتمعيه ليها بدايه؟ لها بدايه ولها نهايه. بدايتها منين؟ بدايتها من الناس. واحد يقول حاجه تكتر مع الوقت بتزيد. يعني مثلا انا قلت ملهاش علاقه بمؤسسات الدوله. لا، ملهاش علاقه خالص، ده هي بتتربط. في مؤسسات هي اللي بتطرح الكلام. لا خالص. الناس. لا، الناس ممكن تطرح المشكله. في عندنا شائعات، من ضمن الشائعات اسمها شائعات المحموده. يا دكتور ايه؟ شائعه محموده بمعنى ايه؟ ان مثلا عمال الغزل والنسيج عايزين ان هم يزيدوا في الحوافز، فيطلعوا اشاعه بان هم اقل الفئات الموجوده تاخد الشهاده بناء على احتياج. بناء على احتياج. فمن هنا في شائعات محموده احيانا بيطلعها نفس الناس، ولكن هي مش محموده في كل الحالات. في حاجات مضره. في حاجات مضره طبعا، ان توصل كده للسياسيه. الحاجه الثالثه بقى والاخيره في الاعلام بيعملها دلوقتي اللي هو الابداع. الابداع هو رؤيه مش موجوده اصلا، غير تقليديه، وبدات الدوله ان هي تطرحها على اساس ان هي غير تقليديه، وبتنمي بيها مهارات الناس. وانا معاك في دي بقى. وانت معايا اللي هو جمعيه رواد الابداع اللي انا فيها حاليا. انا عملتها مخصوص عشان كده، عشان اقول ان الاعلام مش دوره بس يوعي، مش دوره بس يصحح، مش دوره راي عام، لا، دوره اكتر من كده، ينمي القدرات ويزيد من القدرات ديت من خلال الابداع. والابداع هو عنصر مهم جدا في بناء الانسان وتقدمه ان شاء الله.